اخواتي الزملكاويه، لازم اي حكم يتحايز او يجامل النادي الاهلي في اي مباراه نركبه على الحمار ونطلعه ترند قدام امه وابوه ومراته وعياله واخواته، عشان يبقى عبره لمن يعتبر ومفيش حكم يكررها تاني. انت يا محمود يا وفا تضيع مجهود نادي ولعيبه وفريق ومعسكر وتدريبات بقرار ظالم منك؟ يا راجل ده انت تمركزك للعبه يخليك لو شايفها بعين واحده تحكم ان هي ضربه جزاء من غير ما ترجع للفار. محمود وفا تقريبا مواليد 1990 من كفر الشيخ، بدأ حياته لاعب كوره في درجه رابعه في نادي مش عارف اسمه بارليس او حاجه زي كده، مش عارف قلت اسمه صح ولا لا، وفشل كلاعب كوره واتجه للتحكيم، ولحد النهارده ما تسجلش ان هو حكم دولي، وعمره ما هيتسجل اصلا لانه حكم فاشل. يا محمود يا وفا ان حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل ولو كانوا ذو قربى. انت النهارده ضيعت مجهود فريق واديت للنادي الاهلي 3 نقط وهو ما يستحقهاش، وسيراميكا كليوباترا ليه ضربه جزاء وانت شايف اللعبه ومتاكد منها مليون في الميه وتعمدت ان انت ما تحسبهاش، ظلم في ظلم. وانت بقى دورك ايه؟ يعني مش جاي منك تشجب ولا تندد ولا تزعل ولا تتقمص حتى. يا راجل انت فريقك مظلوم، يا راجل ده احنا والله العظيم النهارده يا محمود يا وفا قاعدين على القهوه ومعانا اهلاويه، وقلت اهلاويه اللي انت جاملتهم يا محمود يا وفا، اللي انت جاملتهم، قاعدوا بقول لهم ايه رايكم في الكوره ديت؟ قالوا ضربه جزاء. قلت لهم طب الحكم ما حسبهاش ليه؟ قالوا كلام انا ما ينفعش اقوله. والله العظيم انا نفسي امك وابوك واخواتك واصحابك وقرايبك يكونوا بيشوفوا الفيديو ده. والله العظيم يا محمود يا وفا احنا منتظرين عقوبات لجنه التحكيم، ولو عندكم ذره من العداله محمود وفا يبطل يحكم في الدوري المصري. محمود وفا لو كمل تحكيم في الدوري المصري اعرفوا انه كمل بنفوذ النادي الاهلي وبوصيه النادي الاهلي. سلام.